بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده بنرحب بيكم في الادلت echocardiography course presented by MedPlus. هي MedPlus Academy بتوفر لنا البلاتفورم اللي احنا نتواصل بيه، وبتوفر لنا المكان اللي احنا هنقدر نعمل عليه السيشنز. انا اسمي دكتور محمد زكريا، Professor of Medicine, Senior Consultant Cardiologist and Critical Care, and member of European as well as the American Society of Cardiology. احنا الحقيقة النهاردة بنتكلم على technical skills جديدة بالنسبة للفيزيشنز اللي هم المتخرجين قريب، وطبعا تعتبر قديمة بالنسبة لدكاترة القلب. التكنيكال سكيل دي عبارة عن diagnostic imaging. يعني احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحاول بقدر المستطاع نوصل للتشخيص السليم عن طريق ان احنا بنصور القلب. تصوير القلب هنا يا جماعة بيدينا بيانات مهمة جدا بحيث ان احنا نوصل للتشخيص السليم. طيب احنا هنصور القلب ده ازاي؟ طبعا في حاجات كتيرة قوي بتساعدنا، زي مثلا رسم القلب اللي هو الاي سي جي، وزي مثلا السي تي سكان والتشيست اكس راي، بس كل ده ما بيقدرش يبص على الستراكشر اند فانكشن اوف ذا هارت. عشان نوصل للمرحلة دي احنا محتاجين نعرف الاناتومي والفسيولوجي اوف ذا هارت in normal subjects او normal people. تمام؟ يبقى ده حضرتك حاجة مهمة جدا. الحاجة التانية ان انا عشان ابتدي اصور القلب بالالترا ساوند او بالايكو ماشين لازم اعرف الايكو ماشين دي بتشتغل ازاي. عشان كده احنا باستمرار بنقول انه محتاجين فعلا نعرف ايه معناها الايكو كارديوجرافي، وعشان كده بنقدم الكورسات وبنعمل ابديت للايكو باستمرار. فاحنا الصوره اللي قدامنا دي صوره 2 دي ايكو اتصورت في عده مراحل من الكاردياك سايكل. طبعا عشان بقى نعرف مين الادفانسد ومين البيجنرز، في حد مثلا يقدر يقول لي انتوا شايفين الماوس طبعا مش كده؟ احنا عايزين دلوقتي نشوف الصوره دي بتتكلم عن ايه. يعني دي الصوره اللي انت هتشوفها لما تعمل ايكو. فاذا انت مش عارف ايه الصوره دي فيها ايه، يبقى دي مشكله كبيره. يعني احنا دلوقتي اولا عندنا تو سكيلز عايزين نتعلمهم. اول حاجه ازاي انا اطلع الصوره دي، وتاني حاجه ازاي افهم ايه اللي موجود في الصوره دي. تمام؟ الصوره اللي احنا شايفينها في الماوس دي يا جماعه بتبين لنا structures مهمه جدا. اولا الفيو ده اسمه left parasternal long axis view او لونج اكسس فيو باختصار. اللونج اكسس فيو او اللاكس ده بيبقى عباره عن مبين لنا اللي هو الليفت فنتركل اللي على الماوس عليه ده. مش شايف انا الليفت فنتركل كامل، انا شايف قطع الابيكس. يعني ده السبتال وول هنا ودوت البوستيريور وول، بالاضافه الى الستراكشر ده هو الميترال فالف، وهنا الليفت اتريوم. الستراكشر اللي فوق الليفت اتريوم ده الاورتيك فالف، والستراكشر اللي فوق السبتم ده الرايت فنتركل. يبقى دي الاناتوميكال لاند مارك اللي انا لازم اشوفها في حالات الليفت اكسس او الليفت لونج اكسس فيو. هنيجي نبص بقى ايه اللي هنستفيد منه هنا. اولا انا هعرف الستراكشر اوف ذا ليفت فنتركل، هعرف الستراكشر اند مورفولوجي اوف ذا mitral valve، هشوف الاورتيك فالف، هشوف الليفت اتريوم، وهشوف برضو الرايت فنتركل. علشان اوصل للصوره دي يا جماعه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، دي محتاجه تظبيط للمكنه بتاعتنا. يعني احنا دلوقتي علشان نصور كلنا بنصور من الموبايل، وفي ناس فنانين في التصوير بيصوروا حاجات جميله جدا، بس بالتالي لازم يبتدي يظبط الموبايل. احنا النهارده عشان نوصل للصوره دي لازم اظبط النوبز اللي على الالترا ساوند ماشين. يعني لازم اشوف ايه كلمه اللي هو التي جي سي، التايم جين كومبنسيشن، النوبز اللي هي الكبيره دي الكتيره اللي على الماشين. ابتدي اشوف الجين، اشوف الدبث، اشوف الفيلوسيتي، اشوف النايف كويست. كل الحاجات دي يا جماعه لازم اعرفها، واعرف ايه بتستخدمها ازاي. ازارير كتيره على مكنه الايكو لازم افهمها كويس قوي. بنشوف بقى الاستراكشر، وبعد كده بشوف الفانكشن. اديك شايف انا دلوقتي اهو في ال 2 دي، دي 2 دي ايمجز. احنا بنشوف المسافه اللي موجوده دي مسافه
الليفت فنتركل. طب انا واخد المسافه دي في الليفت فنتركل في يعني في الريلاكسيشن فيز ولا في السيستولي، في الداستولي ولا في السيستولي؟ تهيألي انتوا بقى تقدروا تجاوبوا على الموضوع ده. يعني الميترال فالف كلوزد والاورتيك فالف اوبن، يبقى ده سيستولي ولا داس؟ طبعا لما الاورتيك فالف يبقى اوبن وميترال فالف كلوزد يبقى ده سيستولي، بس ده مش سيستولي، ده ان دايستولي، يعني لسه في الايه، في الايزوفيلمتريك ريلاكسيشن فيز. ودي هي النقطه اللي انا بقدر اقيس فيها الايه، الاند دايستوليك ديستانس عشان احسب الايجكشن فراكشن. هنا الاند سيستوليك برضو الميترال فالف كلوز زي ما انتم شايفين كده، بس هنا الاورتيك فالف اوبن. يبقى هنا ده حضرتك بنقدر نقيس بيه الايجكشن فراكشن، وبقدر ابص على الفلو ثرو ذا mitral valve and the aortic valve. الصوره دي انا وريتها لكم ليه في البدايه؟ الصوره دي انا وريتها لكم في البدايه على اساس انه احنا عايزين نعرف دلوقتي هنتصرف ازاي مع الايكو ماشين. تمام؟ احنا دلوقتي يا جماعه الايكو كارديوجرافي is imaging cardiac structure and function using an ultrasound beam, and the procedure is operator dependent. However, the quality of images is based on the tissues between the probe and the heart. هنبدأ بقى في الايه، في الحته اللي تنرفز كل الدكاتره اللي هي الفيزيكس. علشان انا امسك الماشين دي، كلنا يا جماعه بنسوق عربيات متهيألي كده. اول مره افتكر اول مره سوقت العربيه كان شكلك عامل ازاي؟ يعني مش عارف الفتيس بيشتغل ازاي، مش عارف تدوس على البنزين ولا على الفرامل، مش عارف تدوس على زراير الراديو ولا دي زراير للموتور. فدي طبعا نفس القصه. معظم الدكاتره بيجوا عندي في الايكو لاب اول حاجه عايز يمسك البروب ويشتغل على طول ويطلع صور. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، لازم نعرف الماشين دي بتشتغل ازاي، لازم نعرف ايه الفيزيكس بتاعت ساوند ويفز، لازم نقرا شويه عن موضوع الفيلوسيتي، ريليشن بين فيلوسيتي تايم and الانترفالز المختلفه، ازاي اقدر احدد البريشر، اشوف يعني ايه البريشر، ايه علاقته بالفوليوم وعلاقته بالفيلوسيتي. لازم كل الحاجات دي التيشو بنتريشن لازم اعرفها، ولازم اعرف البيور فيزيكس اوف الترا ساوند. طبعا احنا عارفين الالترا ساوند ده كان بدا بعد الحرب العالميه الاولى بداوا يستخدموا الترا ساوند او السونار علشان يستخدموه في الغواصات to detect الاوبجكتس اللي موجوده قدامهم. وده طبعا بيعتمد على piezoelectricity, a certain form of electricity ejected from certain crystals، بحيث ان انت بتطلع الساوندز ده الترا ساوند ويفز، ويبقى انت بتستقبل الايكو ده وبتحوله لصوره. عشان اعرف بقى الصوره دي هتطلع لي شكلها عامل ازاي، لازم اعرف كل الفيتشرز بتاعت الفيزيكس بتاعت الساوند ويفز او الالترا ساوند ويفز، وازاي الايكو ده بيرجع تاني للماشين، والماشين بتبتدي تصور وتطلع لي الصوره اللي انا عايزها. الهدف من الايكو يا جماعه زي ما احنا قلنا الايكو كورس، at the end of the echo course you should be able to do two things. Number one, obtain and acquire proper images. Number two, interpret the images to reach a proper diagnosis. عشان توصل للموضوع ده محتاج حاجتين، محتاج didactics، يعني لازم تقرا، لازم تعرف، يعني لازم تعرف بالظبط انه ازاي انت هتبتدي تشتغل مع الماشين دي. لازم تعرف الويفز شغاله ازاي، البروب شغال ازاي، what kind of velocity of the ultrasound waves انت مستخدمها. عايز تعرف البنتريشن of the tissues، عايز تعرف المسافه ما بين البروب والتيشوز اللي انت بتصورها، ازاي تصور تيشو سوبرفيشال وتيشو ديب وتطلع الصوره زي بعض، يكون كلها في هارموني. ازاي تقدر تظبط التي جي سي علشان تطلع صوره ما فيش فيها هاي كونتراست. الحاجات دي كلها مهمه جدا، لان الصوره لما بتطلع مش مظبوطه ممكن الانتربريتيشن كلها تطلع غلط. فاحنا دلوقتي اول حاجه في الماشين بعد ما نعرف الماشين ونعرف الفيزيكس بتاعتها، ده هيكون اول محاضره. هنبتدي بعد كده نيجي بقى ايه how to hold the probe، يعني ازاي انا همسك البروب. زي بالظبط لما انت بتسوق العربيه، انت بتمسك الدريكسيون علشان تسوق، بتبص على الدريكسيون ولا بتبص على الطريق؟ انت بتبص على الطريق. خدت بالك ازاي؟ فزي ما انتم شايفين في الصوره قدامنا دي، اللي بيمسك الايكو بيبص على الشاشه وهو حاطط ايده على الايه البروب، ماسك البروب. فاهم حاجه في القصه دي ازاي تمسك البروب، how to hold the probe علشان توصل للصوره المظبوطه. وتاني حاجه ازاي
تصور الهارت بالطريقه الصحيحه. يبقى first thing is how to hold the probe, the second thing is how to locate the heart. يا جماعه القصه مش قصه زي الاي سي جي بنحط في لاند ماركس كده، نوصل الليدز لاند ماركس وخلاص والماشين تبتدي ترسم. وعلى فكره برضو لما نيجي نتكلم على كورس الاي سي جي برضو هقول لكم ازاي ان الليدز اللي بتتحط بعيد عن الهارت بتطلع اي سي جي مختلف، ودي طبعا حاجه هنشوفها بعد كده. فان شاء الله باذن الله كل الكلام ده هنشوفه في الكورس. لكن مبدئيا طبعا في variability كتيره جدا of holding the probe and imaging the patient. يعني في ناس مثلا بتخلي المريض على الليفت lateral position، وزي ما انتم شايفين ايد المريض الشمال بتبقى تحت راسه، والدكتور بيبقى حاضنه بحيث ان الدكتور بيبقى على يمين المريض. ده اللي هو الستاندرد بوزيشن اللي احنا الحقيقه بنحبه جدا كدكاتره. اولا له اسباب عديده جدا، لكن احيانا كثيره السونوجرافرز اللي هم التكنيشنز عندهم مدرسه ثانيه. يعني زي ما انتم شايفين التكنيشن اللي تحت قاعده على شمال المريض وماسكه البروب بايدها الشمال. هو طبعا يعني انت على حسب التدريب بتاعك، احنا طبعا دربنا على الاثنين، يعني تقدر تشتغل يمين وشمال. بس زي بالظبط ايه، يعني لما تسوق العربيه برجلك اليمين تدوس بيها بنزين او رجلك الشمال تدوس بيها بنزين، هتلاقي في اختلاف شويه في الايه في الدوسه. نفس القصه بالنسبه للبروب. احنا طبعا في ناس تحب تستخدم ايديها اليمين على الماشين على النوبز عشان تظبط زراير الماشين وتمسك التراك بول والكلام ده، وفي ناس خلاص اتعودت انها الماشين بايدها الشمال والبروب بايدها اليمين. على حسب انت ما تتعود وعلى حسب انت ما ترتاح. فدي حاجات كلها في ناس بتقول لا يوجد صوت. يا جماعه الصوت واصل ولا ايه؟ في حد بيقول هنا الصوت مش واصل، فمعلش الصوت انا شايف ان الصوت واضح وواصل لكل الناس. يبقى احنا دلوقتي يا جماعه holding the probe and locating the heart is two very important issues. طيب تعالى بقى نشوف ايه القصه بتاعت الماشين دي. اولا عشان نوصل للصوره محتاج 9 خطوات هتتعود عليهم في الكورس ده. هنعلمكم 9 ستيبس بناء عليها هتعرفوا الكورس عامل ازاي. يعني لازم الكورس ده يا جماعه على اخر الكورس ال9 ستيبس دولت هتبقى واضحه بالنسبه لك. اول حاجه ازاي تمسك البروب. هتمسك البروب ازاي يا جماعه؟ you have to be like a surgeon. شفتوا السيرجن ازاي بيمسك البليد؟ ما بيمسكش البليد من بعيد كده او مثلا يعني you have to be like a chef. الشيف لما بيجي يقطع في الخروف ولا بيقطع في اللحمه لازم بيمسك السكينه ماسكه معلم، ماسكه محترفين. طبعا في الكورس هنبتدي نشوف ازاي نمسك البروب ماسكه كويسه بحيث ان انت تقدر تعيش مع الهارت وانت بتصور. How to hold the probe is very important and you have to really be in control of the probe. وبعدين خلي بالك انت يا جماعه لما بتعملوا الايكو، انا بشوف ناس كتير قوي بتعمل ايكو خاصه مثلا في الامرجنسي سيتويشنز او مثلا في الانتنسيف كير يونت، يعني بيبقى under stress of the time constraint وبيبتدي يعمل حاجات سريعه. لازم يا جماعه البروتوكول يتبع في كل تصوير. يعني either you do it or you don't do it. يعني don't settle for less. ما تخليش حد يخليك تتسرع وتمسك البروب كده اي كلام وتطلع صور اي كلام. You have to do it exactly like you're doing an operation. This is a classical operation because based on your echo report هيحصل حاجات كتيرة جدا وهيحصل decisions ومانجمنت، ويعني الدنيا هتتغير بسبب الايكو. عشان كده لازم الايكو يكون مظبوط. رقم واحد ان انت تمسك البروب ازاي و how to stabilize the probe by firm hand onto the patient's skin and avoid unintentional movements. وخاصة لما تكون في situations not in the echo lab. في الايكو لاب طبعا كل حاجة بتبقى controlled وبيبقى كل حاجة under your control. انما لما تكون مثلا بتعملها في حتة تانية في اي سي يو ولا في ثياتر ولا في مكان تاني غير مكانك لازم برضه تمشي بنفس البروسيجر. Your mission is to take a clear images for a moving target. انت لما تيجي بتصور حد بتصوره بتقول له اقف واعمل البوز ده علشان الكاميرا تبتدي تلقط. نفس القصه في الايكو. المشكله ان انت مش هتقدر توقف الهارت شغال، ومش هتقدر توقف النفس بتاع العيان. ودي طبعا حاجه بتحرق دم اللي بيصور الايكو. كل ما العيان ياخد نفس الصوره بتروح. طبعا مش هتقدر تقول للعيان ما تاخدش نفس، وكل ما القلب يتحرك الصوره بتتغير. فبالتالي you have to play with these movements. يعني لازم انت برضو تبقى ايه، فنان ولعيب ومحترف بحيث ان انت تقدر
تسيطر وتظبط ايدك مع حركه المريض. الحاجه الثانيه بقى اللي هي غريبه جدا، انتوا فاكرين في الاوبثالمولوجي لما درسنا العين بتشوف ازاي؟ لقينا ان الصوره بتطلع مقلوبه في العين، وبعد كده الصوره بتروح للمخ والمخ بيعدلها. المشكله بقى ان احنا ايه، الصوره بتطلع مقلوبه في الايكو والجهاز ما بيعدلهاش، هي بتطلع لك مقلوبه وانت بقى لازم تعدلها في مخك. فلازم تعرف انه يعني this is very important in everything is reversed، بس انت مع الوقت هتبتدي تتعود على الايمجز اللي انت بتشوفها. لما نيجي نبص على how to hold the probe، اديك شايف ازاي مسكه البروب، مسكه ايد البروب واضحه جدا، ان انت ماسك البروب من تحت مش من فوق. يعني لازم تمسك البروب من تحت علشان تقدر تتحكم في البروب. انا بشوف ناس كتير قوي بيمسكوا البروب زي ما بيمسكوا مثلا المطرقه او الشاكوش، لا لازم تمسكه زي بالظبط بتمسك القلم، زي يعني بتمسك الشوكه. فدي مهمه جدا انك تمسكه، بتحدد مكان الهارت اللي هو locating the heart. but the first thing is to know the movement of the probe. احنا في عندنا اربعه movement of the probe زي ما انتم شايفين كده. اول موفمنت بنسميها الفانينج اور تلتنج. يعني ايه فانينج او تلتنج؟ زي ما انت شايف كده انا بغير اتجاه البروب، الدايركشن اوف ذا بروب على الاكسس بتاعه. وشايف انت بقى هنا الصوره بتتغير ازاي مع حركه البروب. يعني كل ما احرك البروب بشكل معين او اعمل تلتنج للبروب تتغير الصوره اللي قدامي على حسب الصوره اللي انا عايزها. فانا عندي هنا الاستراكشر ايه؟ في الليفت فنتريكل، mitral valve، الاورتيك فالف، السبتم، الرايت فنتريكل. انا مش عايز اشوف الايه، البابيلاري ماسل. البابيلاري ماسل هي بتطلع ايه، فانا بحاول اعمل تلت البروب بحيث ان انا ابعد عن البابيلاري ماسل. دي الموفمنت دي بنسميها ايه؟ بنسميها تلتنج. يبقى انا لما اجي في الكورس اقول لك يا جماعه عايزين نعمل تلتنج للبروب، انت هيبقى عارف انا بسالك تعمل ايه. بتعمل تلتنج للبروب يعني بتحرك البروب في الاكسس اللي هو الامامي ده. يبقى دي بنسميها فانينج او تلتنج. احنا بنختار كلمه تلتنج احسن من فانينج. هنيجي بعد كده الموفمنت اللي بعديها اسمها angling او rocking. rocking يعني from side to side، يعني انت بتحرك البروب from side to side زي ما انت شايف كده. ودي بتديني برضو angling of the probe، بتغير الصوره زي ما انتم شايفين الصوره فوق اهي بتتغير ازاي مع الانجلينج اوف ذا بروب. يبقى انا دلوقتي في عندي كام حركه؟ في حركتين، حركه اماميه اسمها tilting وحركه جانبيه اسمها angling. وطبعا كل حركه من الحركات دي بتوضح لي. انت شايف هنا بعد ما عملت tilting وسبت وطلعت البابيلاري ماسل من الطريق بتاعي، بدات اشوف كل الاستراكشرز اللي انا عايز اشوفها: الميترال فالف، الاورتيك فالف، الليفت اتريوم، الليفت فنتريكل، السبتم اند ذا رايت فنتريكل. وخلي بالك انا مش عايز ابص على الايبكس، ما بشوفش الايبكس في الايه، في اللونج اكسس فيو. طبعا اللونج اكسس فيو ده يا جماعه هو اللاند مارك والبيز لاين بتاعنا. لازم بص شوف المنظر، يعني الهارت في الطبيعه الايبكس هنا والبيز فوق. لما تيجي تصور هتلاقي الدنيا اتقلبت، الايبكس بقت فوق والايه والبيس تحت. طبعا يعني انت بعد، يعني احنا دلوقتي عشان احنا بقى لنا دلوقتي، انا بقى الحمد لله 35 سنه بصور ايكو يعني الاف الالاف من الهارت صورناها. فخلاص بقت القصه ايه، يعني عارف زي ما انت تيجي تسوق كده مثلا وتبقى انت ماشي على الاوتو بايلوت، تبقى الحاجات اوتوماتيك. بس لما نيجي بقى نتكلم في الكورس بنرجع تاني للبيزكس ونبتدي نكلمه. فانت مهم جدا الصوره اللي انت عايزها تطلع لك. طبعا ده بيتعمل اوتوماتيك بعد ما انت خلاص تتعود بقى وتصور 5000 صوره 10000 صوره، بتبتدي خلاص اوتوماتيك بتظبط نفسك، بتظبط الاناجل بالشكل اللي انت عايزه. يبقى في عندنا موفمنت اتنين: تلتنج وانجلينج. التلتنج يعني توديه من قدام لورا البروب، والانجلينج من الجنب اللي هو ايه، شمال ويمين. في بقى روتيتنج. الروتيتنج دي مهمه جدا، هتغير لك الفيو بالكامل. يعني انت دلوقتي البروب هنا موجود هنا على اللونج اكسس، اللونج اكسس اللي هو من الايبكس للاورتيك فالف. هتبتدي تلفه، هتلف البروب either counter clockwise or clockwise، يعني يا اما مع الساعه يا اما عكس عقارب الساعه. دي طبعا بتدي لك صوره تانية خالص، بتغير لك الاكسس بالكامل بتاع الهارت. بدل لما انت بتصور كده البروب في اللونج اكسس، لما بتيجي تلفه زي ما انت شايف الصوره كده الاكسس بيتحول وبيتغير، بيبقى ايه، شورت اكسس، يعني بيجيب لك اكنك قاطع الهارت في النص. يبقى انا دلوقتي اقدر اقول ان احنا اتعلمنا
3 حركات، الحركة الأولى tilting، الحركة الثانية angling، الحركة الثالثة rotating، والحركة الرابعة sliding. sliding بقى ده إحنا طبعًا لسه مخلصين يا جماعة الAmerican Society of Echocardiography meeting. الكونجرس كان من حوالي 10 أيام، وزي ما أنتم عارفين يعني كان الemphasis كلها على 3D echo. يعني الحقيقة ال3D echo كان مشكلة كبيرة جدًا، وعايزين يفعّلوا ال3D echo. في ناس بتبعت بيقولوا أوكي الصوت واضح هنا. ماشي طيب الصوت واضح أوكي. هنا يا جماعة زي ما أنتم شايفين في الصورة، زي ما أنتم شايفين الصورة قدامنا ده sliding. ده طبعًا اللي هو الحاجة الجديدة اللي إحنا اتكلمنا عليها في الmeeting اللي فات ده، إنه يا ريت بلاش نغيّر من الtilting ونحوّلها لsliding. يعني بقينا دلوقتي نعمل emphasis على الsliding، وده هنتكلم عليه بالتفصيل ونشوف إيه الجديد اللي حصل في 2023 في الmeeting اللي فات. You have to find ده بقى الstep التانية. You have to find a good intercostal window. يعني بالرغم إن إحنا بنقول الthird or fourth intercostal space اللي هم دول classical أماكن اللي إحنا بنصور بيها الheart، برضه أحيانًا كتيرة جدًا مش هي دي الأماكن اللي إحنا بنقدر نصور فيها. يعني أنتم عارفين كويس أوي الناس اللي عندهم emphysema الheart بيبقى متخبي ورا الlungs، تمام؟ الناس اللي عندهم obesity، الناس اللي عندهم abdominal distension، الناس اللي عاملين previous surgery، عاملين مشاكل في الsternum، كل الناس دي بيبقى في عندنا مشكلة في التصوير، ولازم you have to find the heart. فأنت whatever the place of the heart، whatever the heart located، أنت هتضبط المكان بتاع البروب according to the images. يبقى عشان كده لازم تعرف أماكن الimages قبل ما تبتدي تصور العيان. There is significant variation between the position of the heart and the surface anatomy. مهما حفظت من السيرفيس اناتومي الناس بتتغير. الناس بتتغير ليه؟ يا اما يكون بريفيس ايتروجينيك، عمل جراحه، عمل حادثه، اتخبط، اتكسرت الضلوع بتاعته، او حاجات بقى سبونتينيوس، يعني مثلا امفيزيما، سي او بي دي، لونج فايبروزس، حصل حاجه غيرت اللوكيشن اوف ذا هارت، فبالتالي السيرفيس اناتومي بيتغير according to the patient. الحاجه الثانيه يا جماعه، حتى if you find the intercostal window that gives the best definition of the myocardium، try to remember to reposition your patient. العيان بتاعك ده يا جماعه هتصوره. فانا باستمرار بعمل ايه؟ لو ما قلتش البوزيشن بنيمه على جنبه الشمال، جنبه الشمال ما نفعش بنيمه على جنبه اليمين، ما نفعش يعني لازم تغير العيان بحيث ان انت تصور. انت مصوراتي دلوقتي لازم تصور وتطلع الايمجز بتاعتك وتبتدي تغير البوزيشن بتاع العيان والبوزيشن بتاع البروب لغايه you have to find a good intercostal. Once you found a good intercostal window خلاص بقى بعد كده الباقي كله سهل. فاحنا زي ما انت شايف كده ادي البروب بتاعك، بتبتدي تشوف الليفت intercostal spaces، ادي احنا معلمين اهو على السكند intercostal space، third and fourth intercostal space بالبروب زي ما انت شايف قدامك، وببتدي ابص على الهارت. ادي البروب اهو قدام الهارت، وببتدي اعمل سلايدنج. الحركه اللي هو بيعملها دلوقتي دي سلايدنج. انا بعمل سلايدنج علشان اشوف الهارت. شوف الصوره بتعمل ايه. الصوره فوق مع كل حركه بتحصل ايه؟ بتحصل الصوره بيبان الهارت فين مكانه. فبالتالي انا بقعد الاول ادور على الهارت لغايه اما الاقي الصوره اللي انا عايزها. الصوره دي اهي مظبوطه اهي، الصوره ظهرت هنا، ده مكانه فين؟ في الثيرد انتركوستال سبيس. يبقى ده انا مش مهم عندي السيرفيس اناتومي احفظه. زي ما قلت لك انت لما تيجي تسوق العربيه بتبص على الطريق، ما بتبصش على الدركسيون او الفتيس. فانت دلوقتي ماسك الفتيس او ماسك البروب وبتبص على السكرين وبتشوف الصوره جت ازاي، وتبتدي تحدد الانتركوستال سبيس. But I always say this: remember to reposition the patient. يا جماعه حركه، يعني هنا المريض ده نايم على ظهره supine position، لقيت ان البوزيشن ده مش جايب لك الصوره. طبعا خلي بالك ان يعني كل عيان بيبقى له ويندو، يعني ايكو ويندو مختلف. ففي عيانين، يعني مثلا العيان اللي احنا بنعمل عليه الديمونستريشن ده بنسميه كلاسيكال او بيوتيفول ايكو كارديوجرافيك ويندو. ليه؟ لان انت بتقدر تشوف الويندو بمنتهى السهوله. فبالتالي يا جماعه لازم تغير البوزيشن بتاع العيان. Tell the probe to obtain the center of the LV. This is very important. Both the aortic and mitral valve will be seen, and not only that, but also you should have minimum of papillary muscle. يعني تخلي البابيلاري muscle تطلع outside the view. وطبعا الستراكشرز اللي انت عايز تشوفهم اللي هو الرايت ventricle, septum of the left ventricle, and
the mitral aortic valve in addition to the left atrium with part of the left ventricle. يعني apex is not seen. زي ما انت شايف كده ده الفيو اللي احنا عايزينه. وزي ما انت شايف الابيكس مقطوعه، بشوف السبتم، الرايت فنتركل، الاورتيك فالف، الليفت اتريوم اند ذا mitral valve. وطبعا مهم جدا ان انا ابقى في السنتر اوف ذا ليفت فنتركل. يهمني جدا البوزيشن ده، وطبعا كل ده هنشوفه في الكورس. rotate the probe to obtain the long axis. اللونج اكسس يا جماعه هو اللاند مارك بتاعتنا. اذا قدرت توصل للونج اكسس فيو يبقى ده معناه ايه؟ انه انت كده خلاص ظبطت اللاند مارك بتاعك. This is the long axis. ومهم جدا ان تخلي البروب in the proper position وما يبقاش under rotated او over rotated. انت اللي محتاجه ان انت تشوف اللاين ستريت لاين ما بين الايبكس والاورتيك فالف، يبقى انت كده في الايه؟ في اللونج اكسس. ده اللاين اللي احنا مش عايزينه. ده البروب is under tilted، لازم تظبطه بحيث ان انت توصل لللاين اللي هو ما بين الايبكس والاورتيك فالف. يبقى ده انت كده جايب البروبر او ترو، بنسميه ترو لونج اكسس. وده اهم فيو عشان تبدا تصور الايكو. rotating the parasternal short axis دي بقى الستيب الخامسه. هتعمل clockwise rotation 90 degrees، يعني بدل لما كان الانديكيتور باصص على الليفت شولدر هيبص على الرايت شولدر، ويبقى هنا ده البوزيشن اوف ذا شورت اكسس. الشورت اكسس زي ما انتم شايفين ببص على الليفت فنتركل، بيبقى في عندي different views of the short axis. بص البروب يحصل له روتيشن، عملنا روتيشن للبروب، بقى دلوقتي الانديكيتور رايح فين؟ رايح عند الرايت شولدر، وبقى عندي الهارت عامل زي الدايره. والدايره دي مهمه جدا ان انا ببص شايف النقطتين اللي في النص دول البابيلاري ماسل. في عندي انترو لاترال وبوسترو ميديال بابيلاري ماسل زي ما انت شايف كده. البابيلاري ماسل اهي زي هنا، وده الليفت فنتركل وده الرايت فنتركل والسبتم. في عندي بقى في الشورت اكسس يا جماعه في different views. خلي بالك الشورت اكسس بيديني ليفل focusing on the aortic valve، وده اللي بنسميه triple valve view. بشوف الاورتيك فالف والبالمونيك فالف وبشوف كمان الترايكاسبيد فالف، 3 فالفز 1 فيو، يعني باي 1 get 3 فالفز. بشوف بعد كده فيو تاني، ببص على البابيلاري ماسلز، ببص على الفيو ليفل بتاع الميترال فالف مهم جدا اللي هو الفيش ماوس، ببص على الفيو بتاع الفينا كيفا او الفينا كيفا انتيريور، وبشوف بعد كده الفيو اوف ذا ايبكس اوف ذا ليفت فنتركل. كل دي موجوده في الشورت اكسس. ومهم جدا يا جماعه الفيو بتاع الاورتيك فالف بنسميه مرسيدس بنز فيو اللي هو الانفيرتد مرسيدس ساين، والميترال فالف فيش ماوس. ومن الفيش ماوس ده بقدر اعمل ايه؟ بلانيمتري. بشوف بشوف او بص ده الفيش ماوس، بشوف هنا بعمل بلانيمتري، بشوف الميترال فالف اريا، بعمل لها تريس وبقدر اقيسها في الفيو ده. بس طبعا لازم اعرف فين الليفل بالظبط. الاورتيك فالف بنسميه المرسيدس بنز فيو اللي هو زي ما انتم شايفين علامه المرسيدس مقلوبه اهي. ده اللي هو برده الشورت اكسس على الايه اللي هو التريبل فالف فيو. ادي البلمونيك فالف وادي الترايكاسبيد فالف وادي الاورتيك فالف، فده بنسميه الاورتيك فالف فيو او الاورتيك فالف ليفل. ده الميترال فالف ليفل. هنا ده الميد بابيلاري ماسل ودوت البيز اوف ذا هارت. هنا بتحط البروب في الميترال فالف، وهنا بتحط البروب على البابيلاري ماسل. الكلام ده كله طبعا لما تيجي نطبقه عمليا هيبقى سهل جدا بالنسبه للشباب اللي معانا في الكورس. الابيكال فور تشامبر فيو ده رقم 7، الستيب السابعه. بشوف الفايند ابيكال فور تشامبر فيو. احنا بقى هنسحب البروب، بدل ما كنا عادينه في الانتركوستال فيو هنحطه فين؟ في الابيكس. That is a good view to assess the atrial and ventricular size and function. The apical four-chamber view is found by placing the probe at the apex. وخلي بالك انت هتحط البروب على الايبكس، هتبص هتلاقي الهارت قدامك على السكرين مقلوب، يعني الايبكس فوق والبيس تحت، مع ان انت حاطط البروب على الايبكس. The left chambers are seen on the right of the screen and the right chamber on the left of the screen. الدنيا كلها هتبقى مقلوبه، وطبعا انت هتتعود على الفيو ده. يعني انت حاطط البروب هنا على الايبكس، البروب فين؟ هنا اهو، يعني ده الايبكس انت حاططها تحت، المفروض البيز كده فوق، لا انت هتلاقي البروب مديلك الايبكس هنا والبيز تحت. كل الحاجات دي طبعا هنتعود عليها وهتبقى اوتوماتيك، وخلاص مخك هيعمل كونستراكشن immediately اول لما تشوف الايه الصوره اللي قدامك. بعد كده بقى هنشوف الايه الستيب اللي بعد كده يا جماعه.
اللي هي الابيكال تو تشامبر فيو. ازاي اوصل للابيكال تو تشامبر؟ برضو هنعمل 90 degrees counter clockwise rotation، يعني هنرجع البروب ناحيه الرايت شولدر تاني، وعشان يطلع لنا الايه التو تشامبر فيو. التو تشامبر اللي هم مين؟ اللي هم الليفت فنتريكل اند ليفت اتريوم. فده يا جماعه بيبقى مهم جدا علشان نحدد الوول موشن ابنورماليتيز. لما تيجي تسمع كده يقول لك سيجمنتال وول موشن ابنورماليتيز، معناها ان احنا بصينا على الشورت اكسس وبصينا على التو تشامبر فيو علشان نشوف الايجكشن فراكشن. يبقى زي ما انت شايف كده احنا في الايبكس اهو، اول لما ده اللي هو الفور تشامبر، اول لما عملت كاونتر كلوك وايز روتيشن وخليت الانديكيتور ناحيه الرايت شولدر، بدانا الايه تو تشامبر فيو اللي هو الليفت فنتريكل والليفت اتريوم. زي ما انتم شايفين هيبقى هنا على شمالك الانتيريور وول وعلى يمينك هيبقى الانفيريور وول. الستيب التاسعه بقى مور فيوز. مور فيوز طبعا دي زي ما انت شايف ان في عندنا الباراسترنال لونج اكسس، ده اللي هو الفيو الاساسي اللاند مارك بتاعتنا. ممكن بعد كده بيبقى في الرايت فنتريكولار انفلو، ده مهم جدا يا جماعه، وكنا بنستخدمه كتير قوي في حالات الكوفيد ايام ما كان الكوفيد شغال، وكان بيفيدنا جدا الرايت فنتريكولار انفلو علشان نحدد الناس اللي عندهم مايكرو ثرومبوزس. بعد كده في عندنا البيزل شورت اكسس اللي احنا قلنا عليه اهو، الاورتيك فالف. المرسيدس ساين مش باينه للاسف الشديد هنا، الاورتيك فالف كالسيفاي، ودي الحاجات بقى اللي هنشوفها، يعني هنجيب لكم حالات. وده البالمونيك فالف وده الترايكاسبيد فالف. بعد كده هنشوف الشورت اكسس ميد ليفل اللي هو الميترال ليفل، ده الميترال ليفل بنسميه شورت اكسس ميد ميترال ليفل، ده اللي بيبين لنا النقطه بتاعه الفيش ماوس اللي احنا هنتكلم عليها ونعرف نعمل باليمتري منها. وده حضرتك اللي هو الابيكال فور تشامبر، ليفت اتريوم رايت اتريوم رايت فنتريكل رايت ليفت فنتريكل. تشوف الميترال فالف هنا، بتشوف السبتم، ساعات كمان كتير قوي بنقدر نشوف الاتريال سبتم، بنشوف البي اف او، بنشوف الاتريال سبتم انيوريزم. كل الحاجات دي بنشوفها في الفور تشامبر. الفايف تشامبر بقى هم نفسهم الفور تشامبر، بس حاطين عليهم ايه؟ الاورطه. الاورطه هو ده التشامبر دي، فبقت اسمها فايف تشامبر. في عندنا بعد كده يا جماعه حاجه اسمها ايبيكال تو تشامبر. قلنا لما نعمل كاونتر كلوك وايز بشوف الابيكال 2 تشامبر، بعد كده بشوف الابيكال 3 تشامبر اللي هو ايه؟ الاورطه موجود، الاورطه مع 2 تشامبر بيبقى اسمها ايبيكال. في بقى السب كوستال فيو. السب كوستال يا جماعه ده 4 تشامبر، ده برضو بوزيشن مهم جدا، هنتكلم عليه امتى نستخدمه وازاي نستخدمه. والسب كوستال ده بيفيدنا في ايه؟ بيفيدنا في حاجات كتيره جدا، من ضمنها الاتريال سيبتم بنشوفها كويس جدا، بنشوف كمان الانفيرو فينا كيفا في الايه؟ في السب كوستال فيو. وفي عندنا الفيو اللي بعديه اللي هو الانفيرو فينا كيفا فيو. زي ما انت شايف هنا ده الرايت اتريوم اهو، بيدخل فيه الايه؟ we said last slide, we said that you have to obtain more views from the subcostal view, the suprasternal view, and the use the pulse wave Doppler, the continuous wave Doppler, and the M mode. So these are the different parameters of obtaining an echo imaging. Imaging of the heart is obtained through the echo by holding the probe and using the proper imaging windows from the intercostal space by repositioning the patient to reach the proper view. طيب احنا دلوقتي يا جماعة عايزين نعرف بقى ازاي how to acquire images to be interpreted in the field of cardiology. وطبعا احنا دلوقتي with the introduction of focus, we found that we can use the echocardiography in the emergency room, in the intensive care unit, and different other areas in the hospital. So it's not necessarily an echo lab that is particularly related to cardiology specialty. فبالتالي احنا دلوقتي as a physician in general, we should acquire this skill. The course will cover learning echo in 7 lectures. lectures دي مهمة جدا ليه؟ علشان زي ما احنا قلنا قبل ما نبتدي نستخدم السكيلز ان احنا نقدر نصور بيها العيان، لازم نعرف ازاي نتعامل مع الماشين، نشوف النوبز ايه هي بالظبط، ازاي نقدر نستخدم النوبز، ازاي نقدر نطلع ايمج مظبوطه، ازاي نقدر نستخدم الفيوز اللي هي الستاندرد فيوز، وازاي نقدر نعمل proper imaging study. بعد ما تخلص المحاضره هيبقى في ورك شوب.
فكل محاضرة يعني مثلًا المحاضرة تبقى ساعة تقريبًا، وبعدين workshop 3 ساعات. الworkshop ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن one on one teaching on real patients. هنجيب real patients مرضى عندهم مشاكل في الصمامات، مشاكل في العضلة، مشاكل في الشرايين، مشاكل في الpericardium، يعني كل المشاكل اللي إحنا congenital heart disease، VSDs، ASDs، كل الحاجات دي هنجيبها لكم. تقريبًا هتبقى عندنا الvariety of different patients، وهنبتدي ناخد one on one. طبعًا يا جماعة الله يخليكم، علشان إحنا في الكورسات اللي قبل كده لقينا في مشكلة في موضوع إن بعض الدكاترة بيبقى عايز يمسك الprobe مش عايز يشيله. فإحنا عايزين ندّي فرصة لكل الناس. الشركة بتوفر لنا 2 machines، وبيبقى في limited time for every doctor، بحيث إن هو يدّي فرصة للزملاء الموجودين. هتبقى طبعًا دي كلها organized by MedPlus، بحيث إن كل واحد هيبقى في دوره، بحيث إن هو المجموعة كلها اللي حاضرة الإيكو بتقدر تتعلم الإيكو إزاي تشوف الimaging، وإزاي تشوف الviews، وإزاي تعمل interpretation للdata. ده first lecture. إحنا دلوقتي بقى هنتكلم على الlectures اللي إحنا هناخدها. أول محاضرة هنتكلم على ultrasound production and detection، ودي طبعًا يعني المحاضرة الغلسة. ليه؟ لأنها كلها physics وكلها حاجات نظري. الecho machines والecho modes والdata acquisitions والecho windows والviews والpatient position exposure والdata retrieving وgenerating a report. فدي أول محاضرة. تاني محاضرة بقى الtwo dimensional echo اللي هو الB mode. طبعًا أنتم عارفين البرايتنس مود أو ال2 دي مود، ده المود اللي إحنا شغالين بيه حاليًا. في ال3 دي مود هو دلوقتي المؤتمر الأخير، الconference بتاع الAmerican Society of Cardiology، كنا بنتكلم على ال3 دي مود، وإزاي يعني إيه إحنا اتحبسنا في ال2 دي مود ده لسنين طويلة، وعايزين بقى ندخّل ال3 دي. طبعًا ال3 دي يعني ما بيفرقش كتير من ال2 دي، بس في حالات بسيطة أوي، أهمها اللي هو الejection fraction والassessment of LV function تبقى more accurate. motion or M mode ده طبعًا هو ده أول مود، يعني أول مود شُفناه كان الM mode، لكن لسه لغاية النهارده شوف يعني بعد 50 سنة من الإيكو برضه لسه بنستخدم الM mode. الدوبلر، في عندنا بقى الدوبلر ده كريستيان دوبلر هو الحقيقة اللي اخترع لنا موضوع الدوبلر phenomena. هنشوف بقى الPW والCW إمتى نستخدم الtissue دوبلر، وإيه علاقتها، وإزاي نشوف بقى يعني different parameters. color flow mapping. الmeasurements مهمة جدًا يا جماعة، وخاصةً في الareas دلوقتي بقت مهمة جدًا، والcalculations كمان مهمة جدًا. إحنا إزاي نعرف المعادلات دي كلها بقى فيها math على شوية physics هنبتدي إيه نتعلمها. بعد كده هندخل بقى على الproper echo. هو ده بقى الecho الإيه الproper، ده بقى من المحاضرة التالتة أو من الsession التالت. بنبتدي نشوف الleft atrium، left ventricle، left ventricle wall motions، systolic function and LV diastolic function. lecture 4 هيبقى فيها congenital problems زي VSD، ASD، PDA coarctation of the aorta and how to obtain the proper windows for each parameter. ال5 هيبقى الفالفز. هنستخدم بقى lecture 5 دي على الميترال فالف. mitral valve مهم جدا يا جماعه، وخاصه في حته زي الميدل ايست كده بيبقى في عندنا rheumatic heart disease. mitral valve is involved in many different pathologies. هنشوف بقى mitral stenosis, how to measure the mitral valve area, how to assess the mitral valve, mitral stenosis score عشان نقدر نعمل بالون valvoplasty. هنشوف الميترال ريجيرج، وهنشوف برضو ازاي نركب اللي هو الحاجات الديفايسز الجديده الميترال ريجيرج، ونشوف البرايمري من secondary mitral ريجيرج، how to assess الريجرجيتنت اريا. في عندنا الاي ار او اللي هو الeffective regurgitant orifice، واي ار في اللي هو effective regurgitant volume. وازاي هنشوف البيزا، بيزا ازاي نقدر نقيسها عشان تؤسس the mitral regurg. دي طبعا فيها كلام كتير جدا. الجماعه اللي داخلين البورد بيتسالوا كتير قوي في الاسئله دي. mitral valve prolapse is a big issue، وازاي هنشوف الفرق بين اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي والامريكان سوسايتي اوف ايكوكارديوجرافي. البارامترز مختلفه، نورث امريكان بارامترز مختلفه عن اليوروبيان بارامترز. احنا طبعا Egyptian Heart Association part of the European Society of Cardiology، بس it is not part of American College of Cardiology. فاحنا ماشيين اكتر مع اليوروبيان. هنشوف برضو ايه الحاجات اللي نقدر نستخدمها، وكل الجايد لاينز هنتكلم عليها. المحاضره السادسه هتبقى على الاورتيك فالف. هنتكلم على الاورتيك فالف بقى بيور، الاورتيك فالف، الاورتيك روت، الاورتيك stenosis، الاورتيك regurg، different modalities how to assess، وامتى when you send the patient for surgery. كل الحاجات دي هنقولها according to the latest updated guidelines. الليكتشر 7 بقى هتكون على الرايت سايد.
right atrium, right ventricle, pulmonic valve, pulmonic stenosis, pulmonary regurg. pulmonary regurg طبعا زي ما انتم عارفين يعني very common، بس برضه هنعمل له assessment. وبعدين نشوف الترايكاسبيد فالف. بنشوف بقى الترايكاسبيد فالف خاصة في الاي في drug abusers. هنشوف الترايكاسبيد stenosis very rare، بس برضه هنشوفه ازاي نحسبه tricuspid regurg، وبرضه ازاي how to assess different leaflets. ونشوف برضو anomalies of the tricuspid valve زي مثلا Epstein anomaly. pulmonary artery pressure, how to measure the pulmonary hypertension, pulmonary hypertension, how to assess pulmonary hypertension, precardial effusion. كل ده نشوفه محاضرة رقم 7. هم 7 سيشنز الحقيقة و7 محاضرات. ويعني طبعا الايكو يعني اذا انت عايز تبقى advanced skills محتاج على الاقل، يعني هو الايكو بورد بياخد 3 سنين تعليم، فاحنا مش هنقدر نعلم كل المعلومات في 7 محاضرات او 7 سيشنز. فاحنا هنحاول نختصر بقدر المستطاع بحيث ان انت you reach the best knowledge in the least time available. لان احنا طبعا زي ما انتم عارفين يا جماعه بالنسبه لل الايكو، يعني ده بياخد سنين for learning curve. احنا اهم حاجه ان احنا we have to acquire the basic and advanced hand skills and information, and these are the objectives of our course: to perform a safe bedside echo and emergency echo examination, to full understand of all pitfalls that may lead to misdiagnosis. زي مثلا اورتك بقى، شفنا حالات كتيره جدا بيبقى حتى كمان اكسبرت ايكو ما يقدرش يعمل اسسمنت لاورتك ستينوزس. يعني مجرد ان انت تحط البروب غلط بيطلع لك داتا غلط، وبالتالي الدياجنوز بيبقى غلط. Describe the echocardiographic views performed in a standard adult echo and identify the concept or the console controls. دي بقى مهمه جدا، اللي هي الكونسول كنترولز. يعني في ناس كتيره جدا ما بتبصش على المكنه خالص، هو ماسك البروب وبيبص على الشاشه ومش واخد باله ان هو لازم يحرك الايه البوتنز. يعني خلي بالك يا جماعه الكونسول ده مهم جدا. انت دلوقتي لما تيجي بتسوق العربيه بتحطها على الاوتوماتيك درايف وبتمشي، لا احنا بقى لسه مانوال، لازم نظبط النوبز ونشوف الحاجات اللي علشان تطلع لنا الصوره مظبوطه. طبعا this is very important to understand and to learn by experience the best imaging quality. The objectives of the course برضو we have to describe the echo findings. مهمة جدا related to valvular disease and congenital heart defects in adult heart. Differentiate the types of cardiomyopathy. في عندنا ischemic cardiomyopathy، في عندنا viral cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy. Describe the related echo findings in adults. Describe how to evaluate a patient with pericardial effusion in adult. ومش بس pericardial effusion, pericardium also. Dry pericarditis is coming very common these days, particularly post the COVID era. Discuss the disease of aortic arch and thoracic aorta and related echo findings in adults, and perform necessary measurements and calculations for assessing the adult heart. Generating the echo report. ازاي هنعمل الايكو ريبورت وايه البارامترز اللي احنا محتاجينها؟ زي ما انتم شايفين في 10 بارامترز مهمه جدا for identification. للاسف الشديد مش كل الايكو لابس بيكتبوها. برضو generating the report, writing the findings in a proper way and putting all together with the conclusion. طبعا انتوا عارفين يعني you are familiar with the echo report data. مهم جدا يا جماعه انك تعرف ان learning the echo skills is a learning curve. زي ما انتم شايفين كده بنبدأ هنا وطول ما احنا ماشيين بنتعلم. طب ايه بقى البامبز اللي انتم شايفينها دي؟ البامبز دي يا جماعه هي الكورسات اللي احنا بناخدها او المؤتمرات اللي احنا بنحضرها. كل مره تروح تحضر كورس او تروح تحضر مؤتمر بتبتدي تعمل بوست للسكيلز بتاعتك لغايه ما توصل في النهايه للبروفيشنال ليفل. يعني احنا دلوقتي كلنا بنبدا بالامرجنسي ايكو وبعد كده بنوصل ليفل 1. ليفل 1 اللي هو الاكواير اول ستاندرد فيوز وتبقى سيرتيفايد ايكو كارديوجرافر، وبعد كده بتدخل بقى في الايكو في الليفل 2 اللي هو الاكسبت ريفيرز فروم ليفل 1، وماكسيمم بقى ليفل 3 اللي هو السبيشالست ليفل. دي الحقيقه المقدمه بتاعتنا، وانا دلوقتي بقى هفتح المجال للدسكشن. اللي عنده اي سؤال يا جماعه يشيل الميوت ويبتدي يسال. طب انا اسالكم بقى سؤال، يعني انتوا جايين اول مره تحضروا ايكو كورس ولا حضرتوا قبل كده؟ في حد حضر ايكو كورس قبل أول كده؟ مرة. لا، أول مرة. مرة نحضر كورس. طيب أول ايه مرة. اول مره. طيب ايه اللي انتوا يعني متوقعينه من الكورس؟ ايه اللي انتوا عايزين تعرفوه او ايه اللي انتوا عايزين تتعلموه؟
يعني هل أنت يعني بتحضر الكورس ده علشان أنت أصلًا هتشتغل cardiologist والّا علشان يساعدك في إنك تفهم الreport والّا إن أنت هتستخدمه في المجال الشغل بتاعك؟ لا أكيد عشان نستخدمه في مجال الشغل بتاعي. كويس، هايل جدًا. طب يعني شُفت مسكت echo machine قبل كده والّا أول مرّة تمسك؟ أكيد لا مسكت. طب حلو جدًا، مناسب جدًا. يبقى أنت دلوقتي كده يعني إحنا هنكون سهل جدًا إن إحنا نتعامل مع الcourse بحيث إن إحنا أكيد يعني أنت في حياتك العملية بتلاقي أسئلة بتيجي بتسألها وبتستفيد بقى من الcourse في الحتّة دي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه يا فندم. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا دلوقتي باشتغل ECHO. ف أيوه يا دكتورة مروة، اتفضلي. أخدت basic echocardiography قبل كده، أخدت كورس قبل كده، بس ما اشتغلتش بيه، بس بعد كده بدأت أتعلم تاني واشتغلت واشتغلت على حالات كتيرة يعني. بس دايمًا عندي مشكلة في الvalves، إن أنا أقدر أأسس الvalves كويس. هل الكورس ممكن يتيح ليّا إن أنا أعرف الحاجات الدقيقة إن أنا أعرف مثلًا الaortic stenosis aortic regurg وهكذا؟ سؤال جميل جدًا. أنا ألخّص لكم السؤال بتاع الدكتورة مروة. هي الحقيقة بتسأل بتقول إن هي اشتغلت echo وخدت course basic قبل كده، بس during her work كان في مشكلة أو كان في مش مشكلة، كان في صعوبة بسيطة في الassessment of the valves. طبعًا دي هنركّز عليها في الcourse زي ما حضرتك شُفتِ يا دكتورة مروة إنه المحاضرات مدّيين محاضرة لكل valve لوحده، يعني الmitral لوحده، الaortic لوحده، الtricuspid والpulmonic لوحده، بحيث إنه تبتدي تقدروا تعرفوا بالضبط إزاي نعمل assessment للvalve. طبعًا أنتِ عارفة حضرتك إنه الaortic stenosis هو أكتر valve الحقيقة بيحصل فيه misinterpretation لأن الalignment of the color I'm sorry continuous wave Doppler has to be exactly directly parallel to the blood flow. وده طبعًا بيبقى فيه صعوبة، فإحنا هنوريكم إزاي تضبطوا الimage بحيث إن الCW يبقى مضبوط في المكان المضبوط، وإزاي نقدر نحسب الaortic valve area حتى لو كانت يعني أنتم عارفين طبعًا الaortic valve area ده هي مساحة الدايرة، حتى لو ما كانش مساحتها دايرة إزاي نقدر نعملها بالplanimetry وإزاي نقدر نعمل assessment للstenosis. الaortic regurg on the other hand في كلام كتير جدًا حصل فيه وخاصةً موضوع استخدام البيزا والERO والeffective regurgitant volume. كل الحاجات دي لازم نعرفها ونعرف نعمل assessment هل هو mild moderate severe لأن ده طبعًا بيفرق كتير جدًا في الdecision whether you continue with medical therapy or you send the patient for surgery. بالنسبة للmitral valve أنا شايف إن هو mitral valve يعني أسهل شوية، نقدر نقيس الgradients وبنقدر نقيس الvalve area بديفرنت parameters. الmitral regurg فيه كلام كتير برضه هنركز عليه. بالنسبة للtricuspid والpulmonic مواضيع straight forward وإن شاء الله يعني ما فيش فيها حاجة جديدة، لكن هي الفكرة كلها إنه الregurgitant jet حصلت عليه كلام كتير جدًا في ال3، 4 سنين اللي فاتوا، هنقول لِك بالضبط دكتورة مروة بمنتهى البساطة إزاي تعملي assessment للvalves. يعني هي طبعًا الحقيقة مهمة جدًا، كلام مهم، لإن في النهاية القرار اللي أنتِ بتكتبيه في الconclusion بيعتمد عليه الtreatment الmanagement plan للعيان، سواء كان بقى هتحوّليه لintervention percutaneous والّا هتحوّليه لsurgical interventions. وطبعًا أنتِ عارفة حضرتك دلوقتي الTAVI يعني very attractive لإنه معظم الدكاترة دلوقتي بيحاولوا يتعلموا إزاي يعملوا الTAVI على أساس إن هو يعني مريح للعيان وفي نفس الوقت بيجيب فلوس كتيرة أوي للدكتور اللي بيعمله، فده يعتبر فيه option جامد. فإحنا دلوقتي طبعًا الحاجات دي كلها مهمة جدًا بالنسبة للصمامات الحاجات الMetra Clip يعني لسه ما وصلتش مصر كتير أو في الMiddle East، فمش هتبقى ليها يعني الاهتمام زي اللي هو الTAVI، لكن إحنا طبعًا هنوضح بمنتهى البساطة وبمنتهى الدقة إزاي نعمل assessment للvalves. فده كان سؤال الدكتورة مروة الحقيقة سؤال جميل جدًا، وإن شاء الله كلنا هنستفيد من الكورس في حكاية الصمامات أو الvalves. ممكن حضرتك سؤال تاني؟ اتفضلي.
اتفضلي يا دكتور. ايوه حضرتك سامعني كده؟ ايوه يا فندم انا سامعك، اتفضلي. هل هنعرف من خلال الكورس التي دي اي عشان نقدر تؤسس الدايستوليك ديسفانكشن، ولا دي حاجه ادفانسد مش هناخدها في الكورس؟ لا طبعا بالتاكيد يا فندم، التي في اي اللي هو التايم فيلوسيتي انتجرال دي مهمه جدا، وطبعا الدي بي دي تي وازاي تؤسس دايستوليك ديسفانكشن. كل الحاجات دي حضرتك هنتكلم عليها بمنتهى التفصيل وبمنتهى الدقه، وان يعني نشرحها لكم من الكونسبت اوف ذا physics والكونسبت اوف cardiology، بحيث ان احنا طبعا لازم ازاي ده، هي دي اهم حاجه حضرتك، ان احنا يعني نبقى ابديتد. يعني احنا اخر كونفرنس اللي احنا كنا فيه من 10 ايام ده الامريكان سوسايتي اوف ايكو كارديوجرافي، بنديكم الكاتنج ايدج اوف ذا انفورميشن. فانت طبعا ثقي تماما ان كل البارامترز الحديثه والابديتد والادفانسد هنقولها لكم بالتفصيل. طب حضرتك الداتا هتبقى موجوده في كتاب معين مثلا احنا هنشتريه او هنجيبه، ولا هتبقى الداتا كلها موجوده مثلا في باوربوينت حضرتك بس بتعرضه؟ والله السؤال ده جميل جدا، يعني ده السؤال الدكتور الحقيقه ده جميل جدا، اللي هو السورس اوف انفورميشن هنذاكر منين. طبعا السؤال ده بنتساله كتير جدا، سواء كان في الكورسات او حتى لما بندرس في الايكو بوردز في التريننج، يعني باستمرار بنتسال السؤال ده. احنا يعني طبعا انتوا عارفين في البوست جراندويت ما عندناش مقرر، يعني ما عندناش منهج مقرر للدكتور، احنا بنسيب الدكتور يختار الكتاب اللي هو بيرتاح له. بس طبعا لازم يكون معاكي ايكو. يعني هو طبعا في كتب كتير قوي زي ما حضرتك عارفه، في كتب تكست بوك كبيره جدا، زي مثلا كتاب اوتو، كاثرين اوتو، يعني هي يعني الحقيقه بدعت في الكتاب بتاعها. بس هو في حاجات يعني ايه، يعني كتير قوي عليكم يعني. بس ده ممكن تخليها كمرجع، يعني مثلا اوتو فور ايكو كارديوجرافي، او مثلا فاينبرج. كلنا عارفين الفاينبرج ده كتاب مرجع كويس قوي في الايكو. بس دي كلها تكست بوك. يعني انت دلوقتي لما بتدخلي امتحان الزماله مثلا الباطنه مثلا، او امتحان زماله مش هتجيبي بقى هارت بتاع برانويل تقعدي تذاكري منه، لا، بس بيكون عندك ايه ريفرنس هيرست او هارت، بحيث ان انت ايه، او مثلا ديفيدسون ولا اسمه هاريسون. يعني دي كلها تكست بوك. فبالنسبه للايكو نفس القصه، في عندنا تكست بوك وفي عندنا ورك بوك اللي هو بيبقى في جيبك في البلطو. فانت على حسب ايه الكتاب المريح. انا الحقيقه المحاضرات بتكون مغطيه الكورس بالكامل، وبتكون اكتر من مناسبه ان انت تتعلمي منها كل حاجه، ودي هتبقى افيلابل ليكم. لكن بالنسبه بقى للمذاكره، طبعا ما يمنعش ان يبقى عندكم كتب، وبرضه هنديكم لسته بالكتب اللي هي الابديتد واللي نقدر نستخدمها بمنتهى البساطه. طب زي ايه حضرتك الكتب اللي هي الورك بوك؟ طبعا دي كلها في يعني هنجيب معانا كتب ورك بوك في الورك شوب، وانت بقى حضرتك على حسب الكتاب اللي انت هترتاحي له هتبتدي تشتري الكتاب اللي انت مرتاحه له وتبص عليه. يعني في كتب كتيره جدا، انت عارفه يعني السوق مليان كتب على ايكو كارديوجرافي، وكلها شورت نوتس يعني. فاحنا ما فيش كتاب محدد بنحدده في الكورس، ولا حتى بنحدده في الكوريكولم بتاع اي ايكو كارديوجرافي بورد درسناه. لكن هو في النهايه بنديكم لسته بالكتب، ودي هنوضحها لكم كويس قوي في الكورس. وطبعا على حسب انت، يعني مثلا انا هسالك سؤال، انت بتذاكري من ايه؟ من الايكو؟ الايكو الكتاب اللي معاكي ايه هو؟ انا كنت بذاكر من كتاب الدكتور الصدفي. يعني ده كتاب اكتر. لوكال، يعني حاجه مصريه يعني؟ اه دكتور ايوه محمد ممدوح أنا الصدفي. والله الحقيقه معلش انا يعني ما درستش في مصر، بس اكيد طبعا يعني هيكون حاجه كويسه جدا. هل انت بس حسيتي ان كان هو في معلومات يعني مش واضحه بالنسبه لك؟ يعني حاسه ان الشرح مستفيض ان انا اقدر افهم الموضوع لوحدي، يعني لازم حد يكون مفهمني كويس قوي علشان انا امسك الكتاب وبعد كده
كأنه مرجعية سطحية برضو، مش اللي هي جامدة. لا يبقى انت انا فهمت، يبقى انت بتدوري على التكست بوك، يبقى انت ما عندكيش كده الا كتاب كاثرين اوتو اسمه اوتو فور ايكو كارديوجرافي، اوتو او دبل تي او. ده حضرتك هو الستاندرد تكست بوك. وطبعا هي كاثرين ما عملتوش لوحدها، هي كاثرين لسه عايشه دلوقتي وهي الاديتور بتاع الايكو جورنال، بس يعني جمعت فيه معظم الدكاتره اللي هم اشتغلوا في الايكو. بس فده في انا فهمت، انت عايزه التكست يبقى جنبك. في الامتحانات حضرتك ذاكرنا من واشنطن، ايوه. بس بصراحة برضو مش لا واشنطن مختصر جدا وما جدا. فيش بالظبط. لا ما تقلقيش خالص، الموضوع ده كله يا دكتوره ان شاء الله هو أنا مش عايزة الكورس للمذاكرة يعني، لا أنا عايزة أبقى حد فاهم وشاطر ويبقى اوبريتور كويس جدا على الايكو، بحيث ان لما يطلع مثلا ريبورت يطلع ريبورت صح جدا او اقرب للصح على قد ما نقدر. ايوه طبعا بالتاكيد يا دكتوره مروه، مفيش شك. هو بس يا حبيبتي يعني عشان تكوني في الصوره يعني بالمقارنه بالكورسات اللي قبل كده والتدريب يعني اللي احنا عملناه، لقينا انه معظم الدكاتره بيبقوا عايزين يحضروا الكورس وخلاص يتعلموا كل حاجه بسرعه. فهي بس الفكره كلها انه في learning curve، يعني ما تنسوش يا جماعه ان في learning curve بياخد وقت، وكل ما تشتغلوا اكتر كل ما هتتعلموا اكتر. لكن بالتاكيد هنوريكم السكيلز ازاي تتعلموا بالطريقه الصحيحه. و thank you very much، وان شاء الله نشوفكم على الكورس.